أن المرأة لها عدة أحوال في العدة. إذا طلقت المرأة فعدتها 3، والراجح أن تدخل في 3 حيضات. الحالة الثانية إذا اخترعت، يعني أرادت أن تخلع زوجها، فعدتها حيضة واحدة. المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 كما جاء في القرآن. المرأة التي لا تحيض عدتها بالأشهر 3 أشهر. المرأة اليائسة من الحيض عدتها 3 أشهر. أولي الأحمال يعني الحامل عدتها حتى تضع حملها، وإن كان يعني طلقها قبل الوضع بيوم واحد. ولكن هل للرجل عدة؟ الصحيح أن الرجل له عدة أحوال بيانها العلماء أن لها عدة. أول حالة إذا كان الرجل متزوج من 4 نسوة. إذا كان الرجل متزوج من 4 نسوة وطلق واحدة منهم 4، فلابد أن ينتظر بعدة امرأة، لأنه هو ساعة ما طلقها إلى أن تنتهي عدتها فهي امرأته أيضا، فلتزوج واحدة أخرى مكان دي، وهو على حساب أن 4 هيكونوا 5، لأنه هو طوال فترة العدة تعتبر هذه امرأته، وكده هيغلق عليها يعني طريقة رجعة، فلابد أن عدته هي عدة امرأته التي طلقها الرابعة. الحالة الثانية إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج بأختها. القرآن جاء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا تزوج أختها وهو ما زال في الأولى في عدتها، يبقى هو قد جمع بين الأختين، فلا بد أن ينتظر عدتها فترة، وأيضا فترة رجعتها هذه، وإذا ما انتهت العدة تبين منه ويتزوج أختها. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والرابعة أن يتزوج عمتها أو خالتها. جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أيضا إذا طلق المرأة فلا يتزوجها في عدتها، لأن هيبقى جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلابد عدته هي عدة المرأة التي طلقها إذا أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها حتى تنتهي العدة. وأيضا إذا أراد الزواج من ابنة أخيها أو ابنة أختها، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبين ابنة أخيها وبين ابنة أختها، فهذا لا يجوز. فأيضا لا هتكون له عدة هي عدة امرأته حتى تبين منه ثم يتزوجها. وبهذا يتبين لنا أن الرجل له عدة كالمرأة في تلك الحالات ال4 التي ذكرناها، لا يتزوج حتى تنتهي العدة. أقول قولي هذا.